3 برجر فراخ او لحمه او 3 راب ب 110. ازاي الكلام ده؟ يلا بينا على الاستوديو من عند دونر كونر. يلا وصلنا الاستوديو. بص يا حوده بقى على المنظر الجميل ده. احلى حاجه العيش هنا كده، مش عارف انا اول مره اشوف العيش ده، عيش شكله كويس والراب واخد حته تحميصه كده. كل دول بقى بيجي معاهم كل واحد بينا بقى. بص ممكن تاخد 3 من دول ب 110 او 3 من دول ب 110 او 3 من دول ب 110 او تاخد 3 من ده او ده او تاخد قصدي 3 دول مع بعض برضك ب 110. بيجي معاهم الكاتشب ده ومناديل. نبدا كده بالايه بالراب. بسم الله. تحس هنا ان السندوتش ده مش جايبينه من مطعم، لا الحاجه هي اللي عاملاه. السندوتش فيه كده طعم الفراخ البيت اللي بناكلها في البيت بصراحه ربنا. لا طعمه عجبني. ندخل بقى على ايه؟ ندخل على البرجر. ده برجر لحمه بيبقى عليه من فوق صوص جبنه ومن تحت صوص جبنه وطماطم وكابوتشي. نقول بسم الله. تيست اللحمه بتاعه بصراحه ربنا كويس مقارنه بسعره، بس هو كان محتاج بس يزود شويه صوصات الجبنه اللي عليه كده، كان هيبقى في حته تانية بصراحه يعني. ندخل بقى هنا على الفراخ. هنا بقى صوص مايونيز، تحت طماطم، وبعد كده صوص مايونيز، وبعد كده كابوتشي. نقول بسم الله. طعم الفراخ هي اللي في نفس الراب، نفس الطعم البيتي برضو، بس هنا بقى ايه؟ العيش ده طعمه عجبني وشكل كده يفتح النفس بصراحه ربنا. فدي كانت تجربتنا من دونر كونر في شارع سعيد دوران سعيد قدام الدلتا على طول. وانتظروا اخواتي في فيديوهات جايه كتير. مع السلامه.